انا همضي قايمه تمام. وهو يمضي لي وصل على بنته ب 2 مليون جنيه. يا ابني لو الثقة موجودة، لو النية كويسة، لو هو بني آدم كويس. حلو، هو بيضمن حق بنته وانا بضمن حقي. لا إله إلا الله، أنت مش هتجيب نفسك زي البنت. والرجاله تتحبس عادي. طب ليه ما تخش على حد كويس وحد نضيف وحد تكون أنت عارفه وهيتعاشر بما يرضي الله وهتمشوا مع بعض بما يرضي الله. بص يا ماما، عشان خاطر انتوا وقتكم غير وقتنا هفهمك اللي بيحصل ايه. الحريم دلوقتي اللي طالعه الجيل ده واخدين الجواز تجاره ومشروع يربحوا منه. بمعنى ان انا دلوقتي لو عايز يبقى معايا فلوس اروح اتجوز واحد معاه وامضي قايمه، وبعد سنه وقت ما يهفني الشوق انطره واخد حاجته واحبسه. دي الركة على الأصل وركة على التربية. انا دلوقتي لما باجي اعرف حد في الاول بتصنع شخصيه حلوه عشان يشوفني حلو، فهو الراجل يا عيني ما يعرفش ان هي مش كويسه كده. طول ما انت بتتقي الله وماشي في طريق ربنا، ربنا هيرزقك بالصح وربنا هيرزقك بالصالح. ده اللي انا اقدره لك فعلا وعز جلاله الله. طول ما انت بتتقي الله في نفسك وفي اللي حواليك، ربنا هيرزقك باللي يتقي الله فيك يا رب. هي النيه كلها خير، بس هي طول ما النيه خير ربنا اكيد هيرزقك بالخير. مش هقدر اقول لك اكتر من كده. متاكده يا ماما؟ اه والله. انت عندك برد يا ماما؟ اه عندي برد، تعبانه قوي قوي والله ابن الف امبارح. سلام عليك. الله يسلمك. فانت يا ابني خد الثقه وخلي يقينك بالله وخلي ثقتك بالله كبيره، تمام؟ وادعي قول يا ربنا يرزقني بالصالح. طول ما انت بتدعي لربنا وبتسجد له وبتدعي له، اكيد طول ما انت بتمد ايديك لله ربنا مش هيخلي بيك. وانا هعمل بكلامك، بس انت عارفه ان انا مش بمد ايدي غير لله. انت مش شايفاني بصلي؟ شايفاك بتصلي والحمد لله. ربنا وبصوم. يهديك، ربنا يهديك كمان وكمان. برضه التزم اكتر. كل ما تلتزم اكتر كل ما ربنا يرزقك بالخير اكتر. ادعي لي انت بس. والله بدعي لك وربنا اعلم. ده الناس في السعوديه بخليهم يدعوا لك بالاسم. ربنا يرزقه بالصالح وربنا يريح قلبه وابعد عني ولاد الحرام، ويبعد عنك ولاد الحرام. عشان ولاد لان الحرام احنا في كتير. وقت فعلا صعب. فانت كل ما تتقي الله هيجعل لك مخرجا. لكن تقول لي بقى محكمه اسره، تقول لي عايز يكتب وصل، ده دول ناس ما بقاش عندهم ثقه في اي حد. يا ماما انتوا مالكوش امان. لا اله الا الله. صدقيني والله ما بقاش في واحد دلوقتي في الجيل ده ليها امان. ماشي والله انا معاك، انا ما بكدبكش. الحاجات دي انا بشوفها بعيني. بس ايه، ربنا بيرزق بالمثل. ربنا بيرزق باللي ايه، باللي هو ملوش امان برضه. انا ربنا طول ما انا بتعامل بما يرضي الله ربنا هيقف معايا، ربنا هيقف في ظهري، ربنا هيرزقني بالصالح. ده اللي انا اقدر اقوله لك. انا اللي بتمناه حاجه واحده، ان ربنا يوقعني مع ناس زينا. ان شاء الله. ده اللي بتمناه ان شاء الله. ادعيها وانت بتصلي وانت ساجد له في صلاه الفجر وفي قيام الليل وفي الورد القران اللي انت تمشي بيه. ان شاء الله ان شاء الله ربنا يرزقك بالصالح. عادي بقى لو ما فيش صالح بقى في الدنيا اتجوز في الجنه وخلاص. لا لا ان شاء الله ربنا يرزقك. في كتير والله، في ولاد حلال كتير، بس الوقت اللي احنا فيه صعب. انت ليه عايزاني اتجوز؟ لا لا، سنة الحياة. افرح بيك يا زين. لا ما تفرحيش بيا. لا افرح بيك يا زين، انت البكري يا زين. انا هتجوز في الجنه. لا 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 ان شاء الله ربنا يرزقك بالصالح في الدنيا باذن الله. باذن الله. واشوف لك حته عيل كده ولا عيله كده صغننه كده حلوه كده بقطاطها ان شاء الله. وانتي عارفه اللي جوايا ايه؟ انت عارفه امي والله. مش انت امي؟ انا امك. طيب. ربنا اللي اعلم بالنيه فيك وفيا. انا مش مصدق ان انت امي اصلا. شكلك لاقينا على باب جامع. ليه يا حبيبي؟ ليه؟ لا اله الا الله. احنا مش شبه بعض خالص. ليه؟ ايوه ما في شبه. انت جاي حلو فعلا. انت جاي حلو وسمسم. انا مش شبهك ولا انت ولا ابويا. ايوه ايوه. اي معلش بقى. شكلك لقيتينا على باب جامع. صح صح. اللي انت عارف، اللي انت شايفه. مش مصدق ان انت امي. يا ما تصلي على النبي واحد الله، وانا هقعد اربيك 26 سنه واكلك واشربك بصي واشيلك. احنا نحلل دي ان ايه؟ ليه الموضوع وصل للدرجه دي يا زين؟ نشوف بقى دمي ودمك زي بعض ولا لا؟ اكيد زي بعض وهيبقى بالثلث كمان. وهل بقى ليا حق واروح محكمه الاسره؟ مش حل يا ماما.